وصفاتنا اللي زي القمر. معاكم توته من مطبخ حلو وحادق. النهارده عملنا محشي الكرنب. بجد الريحه هتجنني من كتر ما هي جميله، وريحته وطعمه جميل 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 جميل. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. مع الفراخ بتاعتنا اللي احنا محمرينها، مع الفلفل المحشي، مع شويه اللسان العصفور. قمر قمر قمر، اظن مفيش احلى من كده. بجد جميل. يلا بينا نبتدي عشان نشوف عملناه ازاي. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، يوصلكم اشاره لما انا انزل اي جديد. تعليق قمر منكم كده، ولايك زي القمر منكم كده علشان الفيديو يوصل لكل الناس. يلا بينا نبتدي ونشوف معانا مقادير ايه. محشي الكرنب بتاعنا انا سلقته، حطيت شويه ميه على النار في الحله، بس يكونوا ميه كتير يعني، في حله تكون كبيره على حسب الكرنبايه اللي انت جايباها. جايبه كيلو، جايبه 2، وهكذا يعني بتكبري الحله شويه. استنيتها لحد ما غليت، حطيت نص معلقه كمون صغيره ونص معلقه ملح صغيره، وبعد كده قعدت انزل الكرنب بتاعي بعد ما قطعته من بعضه. انت ممكن تحطيه لو انت عندك حله كبيره، ممكن تحطي الكرنبايه بحالها اللي يريحك، بس ايه تكوني يعني مفرغاها من الجناب كده، يعني بيبقى الحته بتاعتها هي من النص، فرغيها من الجناب وحطيها في الحله. لكن انا بحب ان انا افرغه من بعضه واحطه. انا معرفتش اصور قدام الكاميرا لان عشان وقت الفيديو، انا قعدت كتير اعمل فيه عشان وقت الفيديو. انا زي ما بقولك كده، وتقليبه والتانية وتقومي شايلاه في مصفى في الحوض بتاعك وتنزلي عليه ميه، وهكذا. بس تسمي الله وانت بتحطي اي ميه سخنه في الحوض. دلوقتي معايا ايه؟ معايا 4 بصلات او 5، يعني وسط، مش كبار اوي ولا صغيرين اوي، ومقطعاهم بالشكل الجميل ده اهو، يعني ولا كبيره اوي ولا صغيره اوي. معانا الخضره بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن شبت وكزبره بس. انا بحب اللي انا الشبت والكزبره بس، وجربي اللي انت تعمليه بشبت وكزبره، بس هيبقى بجد تحفه. حط معايا ربطتين شبت وربطتين كزبره. ومعايا بقى التوابل ايه؟ معايا نعناع ناشف في خلطة المحشي. حتى لو ما بتحبيش النعناع جربيه، هتحبيه قوي في الاكل. انا ما بحبش النعناع، بس لما بعمله في الاكل بيبقى حكاية تانية خالص. معايا ايه؟ معايا رشة نعناع كده كبيرة شوية جميلة، وبنفركه بايدينا. انا ساعات بنشفه في البيت، انت على حسب بتشتريه او بتنشفيه. ومعايا معلقة كمون صغيرة، وبابريكا معلقة صغيرة، ومعلقة بصل بودرة، ومعلقة توم بودرة. ومعانا مرقة دجاج، انا هجيبها دلوقتي عشان نسيتها افتكرتها اهي مرقة الدجاج بتاعتي. ورشة سكر. انا ساعات بكتب تحت في التعليقات المقادير، او بكتبها في صندوق الوصف. ومعانا شفشق طماطم، انا هحتاج نص شفشق تاني، هعمل برضو نص شفشق هضربه في خلاط. ومعايا كيلو رز، عشان انا عندي كيلو كرنب بياخد كيلو رز. تمام كده، نص كرنب بياخد نص رز، وهكذا. معانا دلوقتي حلة على النار، معانا حلة حاطين فيها حوالي 4 معالق زيت كبار، وحطينا على نار عالية. ننزل بالبصل بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بنسمي الله واحنا بنعمل اي اكلة او اي حاجة، عشان ربنا يبارك لنا في الاكل ويطلع معانا جميل. هنسيب البصلايه تدبل. دلوقتي دبلت بالشكل الجميل ده، هننزل برشة كمون بسيطة، وهننزل بمرقة الدجاج بتاعتنا. بجد ريحة مش قادرة اوصفلكوا. اول ما حطيت الكمون ومرقة الدجاج ريحة جميلة قوي. وهنقلب كويس قوي.
جميلة جميلة جميلة. اللهم بارك. ننزل بقى بالصلصة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وهضرب نص شفشق تاني عشان بحب الصلصة فيه كتير. انت مش عايزة تضربي تاني وكفاية كده خلاص. استنى بقى بكل التوابل بتاعتي. بعد ما غليت بالشكل ده ننزل عليها التوابل بتاعتنا كلها، اللي هي عبارة عن ايه: بصل بودرة وثوم بودرة وبابريكا ونعناع ناشف ونص معلقة سكر صودا. ونسيبها بقى تتسبك ونرجع لها تاني. بقت بالشكل الجميل ده اتسبكت، هنطفي عليها. ومعانا دلوقتي ايه؟ معانا طبق غويط بالشكل الجميل ده. هننزل بالخضرة بتاعتنا بنصها بس. هننزل بنص الرز بتاعنا، نص كيلو بس. هننزل بكبشتين 3 من الصلصة القمر بتاعتنا. متنسيش تشيلي طبق من الصلصة بتاعتك، اوعي تنسي تشيلي منها طبق عشان هنحتاجه الكرنب، او حتى لو مش لما تيجي تسويه. ننزل بقى ببقية الرز بتاعنا. لو مثلا الرز اقل منك او حاجة احتاجتي رز اكتر زيادة كده تلحقي الموقف. دلوقتي هننزل ببقية الخضرة، ننزل بقى بكله. الريحة من جمالها بجد جميلة قوي، من جمالها بجد عايزة اكل كده. يا لهوي يا لهوي. نجيب حاجة كبيرة وهنقلب بقى كويس قوي. دلوقتي بقى هسيبه يهدى شوية عشان ما يبقاش سخن واحنا بنحشي فيه. هسيبه يهدى براحته كده، هادي شوية وبارد شوية، وهنتعامل بقى فيه. الرز بتاعنا بارد وبقى جميل قوي 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 قوي. جهزنا حلة ديت، القصبة ديت اللي بتبقى موجودة في اللهم صل على النبي، في الكرنب. انا بقطعها من فوق كده وبحطها من تحت عشان ما تحرقش، او الحله ما تلسعش المحشي بتاعي. وحطيت زيت معلقتين كبار. مجهزين بقى الكرنب بتاعي ده، اكيد مش الكميه كلها، انا بس هصور معاكم الحته ديت وهوريكم لما اخلصها كلها. احنا بنبتدي بالحله من تحت بالاخضر ده ليه؟ علشان ده بيحتاج سوا كتير، فبنحطه من تحت. بصي تحطي الرز بالشكل ده كده اهو. نزلي بقى اي زيادات من الجناب كده. بصي يبقى صباع بالشكل ده. عايزه تزودي زودي. نعمل بقى صباع تاني نزود فيه برضو، نزود تاني. عايزه تزودي زودي. للعلم للستات، مثلا ستات البيوت اللي بيحبوا اللي بيشتغلوا من بيتهم او كده بيعملوا اكل بيتي، ما ينفعش اللي انتي تفرزلي الكرنب مهما حصل. يعني مهما قالولك ايه، ما تحطيش الكرنب في الفريزر. ليه؟ لان بيطلع مليان ميه. والله لو حطيتيه في مليون كيس هو نفسه بيشرب ميه جامده قوي. فبلاش يا ست الكل تعملي الحركه ديت، ما تحطوهوش في فريزر. انا مره جربت وحطيته في الفريزر وبصراحه طلعته بكل اسف رميته. انت ما تعمليش زيي، تغلطيش غلطتي. بصي، والرز اللي بيبقى منك احنا مش بنرميه، لا 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 لا،
احنا برضو بنستخدمه مرة تاني لو انتي مثلا هتعملي محشي، حطه في حلة صغيرة ونسيبه في التلاجة. مثلا مش هعمل محشي يا توتة، اعمل فيه ايه؟ اعملي ايه يا ست البنات؟ تحطي الرز بتاعك في اكياس فريزر او اكياس تلاجة سوري، وبعد كده تقومي قافله عليه كويس قوي، ما يدخلوش هوا من اي ناحيه خالص. بعد كده تقومي حطاه في شنطه، حطيتيه اهو في اكياس، تقومي حطاه في شنطه، تقومي سايباه في الفريزر، يقعد معاكي حوالي يعني من شهر، من اسبوع لشهرين. تمام كده، تنسيش المده ديت. انما الكرنب بتاعك احنا لما بنجيبه بنعمل على قدنا. يعني ايه على قدنا؟ بجيب كرنبايه تقضي العشاء، تقضيني مثلا لو انا عايزاها تقضيني يومين. لو انت مثلا جايبه كرنبايه كبيره شويه، اعمل فيها ايه؟ تمسكي الكرنبايه ست الكل وتقومي منضفاها وعامله فيها كل حاجه، واحشيها، احشيها عادي خالص بالرز وكل حاجه، واعملي على حلتين، حله تقضيك العشاء النهارده وحله تقضيك العشاء بكره. النهارده مثلا ربنا كرمك، طبعا ربنا كرمنا على طول الحمد لله، تعملي ايه؟ ربنا كرمك وعملتي جنبه مثلا فراخ لحمه اي حاجه النهارده، تمام قوي. بكره ممكن تعمليه بشويه ميه من الحنفيه او شويه الشوربه بتوعك اللي موجودين من الفراخ بتاعتك او اللحمه، واعملي، متوقفيش دنيتك، اعملي اللي يقضيك واعملي اللي يكفيكي، وبكل حاجه اهي هاديه ومظبوطه، وهتعرفي ان شاء الله تدبري دنيتك. بصي انا اهو حشيت، واحنا بنحكي مع بعض حشيت شويه حلوين. بجد انا ساعات لما مثلا اجيب الفراخ او كده وابقى هعمل محشي، ساعات يعني لما اجيب الورك مثلا بسم الله ما شاء الله بيبقى كبير شويه، ممكن تقسميه على 2. النهارده مثلا لان انت جايبه كرنبايه بسم الله ما شاء الله مثلا كبيره، قطع الورك بتاعك على 2، او الفرخه بتاعتك مثلا شوفوا انتوا افرادكم قد ايه، وقطعيها ليه تقضيكي يومين. وديكي ما كلتوش ارداحي كلتيه برضو على اكل. كل نعمة ربنا حلوة، كل نعمة ربنا حلوة، الحمد لله. دايما نحمد ربنا، دايما نقول الحمد لله عشان ربنا يرزقنا ويدينا اكتر واكتر. دلوقتي بقى هحشي الحلة بتاعتي كلها وارجع. بعد ما حشيتها كلها بسم الله ما شاء الله، بصي الجميل ده كله، وعملت كام واحدة اللهم صل على النبي فلفل رومي، بجد تحفة تحفة تحفة. هنحط في الحتة دي كده، نقي الحتة اللي بتبقى واطية شوية في الحلة وحطي فيها الفلفل بتاعك. اهم حاجة اللي انت تسوي الحلة، انا سويتها كلها وسبت الحتة دي عشان احط فيها الفلفل الرومي بتاعي. معانا ايه؟ معانا رشة نعناع. حاضر، رشة نعناع كده اهو، بفركها كده اهو بالشكل ده. ديت بتخلي، يعني انا بحب النعناع فيه كتير قوي، رغم ان انا مش بحب النعناع الاخضر، بس انا بحب النعناع ده يبقى فيه كتير. حطيت اهو، بجد بيخفت ان ريحة المحشي تحفة، بيقلب ريحة البيت من كتر ما هي جميلة. وهننزل بقى بالزيت، ما بينفخش البطن خالص النعناع. ومعانا ايه؟ انا الشوربة بتاعتي بتاعت الفراخ عملتها، برضو هنزلك احطلك اللينك تحت في صندوق الوصف عشان تعرفي انا بعمل الشوربة الجميلة دي ازاي من الفراخ. معايا حوالي 5 كبشات شوربة. ننزل بقى واحدة واحدة، نزلت بنص الكمية بتاعتي، والصلصة اللي احنا شلناها مع بعض هننزل بقى على الشوربة بتاعتي بيها، هنقلب كويس اوي 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 اوي. اقعد بقى انزل كده، بيدي المحشي لون جميل، يعني بيديله لون رهيب كده وطعم حكاية. والدتي كانت دايما معوداني ان انا اعمل ايه قبل ما احط الحلة على النار، اقعد اهز فيها، اهزها بالشكل ده كده، وحتى وهي على النار هزيها كده عشان
المية توصل، يعني الشوربة او المية بتاعتك توصل لكل واحدة محشي، وفي نفس الوقت يستوي كله سوا كامل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصي اعملي الحركة دي كده، والدتي دايما معوداني على الحركة دي، بجد جربيها هتفرق معاكي جدا. عشان في ناس كتير قوي بتشتكي ان المحشي اللي في النص ما بيستويش. نحطها على نار عالية، وبعد كده اول ما يتشرب هنوطي عليه النار. تعملي فكرة تانية انا ساعات بعملها، تحطي طبق في النص، اي طبق عندك، يكون طبق مثلا ألمونيا صيني او كده، حطيه في النص. وايه علشان ليه الحركة دي بنعملها عشان المية بتاعتك ما تطلعش لفوق، وفي نفس الوقت آه يستوي معاكي كله سوا كامل. انا دلوقتي هعمله زي ما قلتلك كده، بس انت لو عايزه تعمليه وحابه تعمليه زي ما قلت. وصلنا لنهايه الفيديو مع المحشي اللي زي القمر، ريحته بجد هتجنني، جميل جميل جميل، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتي حمرتها مع شويه لسان عصفور كده، يا هننسى برد الشتاء وهننسى الشتاء نفسه اصلا. بجد تحفه تحفه. عجبك يا ست البنات؟ لو عجبك الفيديو اشتركوا في القناة وفعلولي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمليلي لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وتعليق قمر منك كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.